قالت لي انت اكيد ساحر يا دكتور. انا مش ساحر، انا دكتور سنان. ده كان ردي لما حالة من الحالات، إسراء بنوتة جميلة، قالت لي انت اكيد ساحر يا دكتور. ضحكت وقلت لها انا مش ساحر، انا ببساطة دكتور تقويم اسنان، بمشي بخطة علاج مدروسة والنتيجة هي اللي بتتكلم. اول ما الاسنان بتبدأ انها تتحرك لمكانها الطبيعي الشكل بيتغير والثقة بتزيد. القصة النهاردة عن إسراء بنوتة جميلة كانت جايالي بتشتكي من بروز بسيط في الفكين ومعاها شوية عوجان في الأسنان الأمامية. بصراحة شكلها كان مقبول، مش مزعج، مش حالة تستدعي تدخل عاجل. قلت لها بصراحة التقويم رحلة ما هياش سهلة يا إسراء، طويلة ومكلفة، فقالوا الموضوع علشان شوية الشكل دولت البساط ففكري تاني. بس هي كانت واثقة من قرارها وقالت لي أنا عايزة أبدأ فورا وأنا متأكدة من قراري. عشان كده إحنا بدأنا نشتغل على طول بناء على طلبها. بدأنا بتحليل الابتسامة وتشخيص البروفايل. شفنا إن في ازدحام خفيف وبروز محتاج تدخل. الحالة ما هياش طبية بحتة، ولكن تأثيرها النفسي كان كبير بالنسبة لها، وده كان كافي إن إحنا نبدأ. بدأت بخطوة بسيطة، ترتيب الأسنان وحل مشكلة الازدحام، ومع أول حركة للأسنان بدأ يظهر البروز بشكل أوضح. قررنا نبدأ في خلع 4 ضروس، وده كان ضروري علشان نرجع الفكين لمكانهم الصحيح. استخدمنا طبعا تقنيات عالية جدا، منها تقنية الخطاطيف الطويلة العلوية والسفلية، وبدأنا نرجع الأسنان الأمامية العلوية والسفلية بشكل مدروس ومحسوب وبزوايا محسوبة، بحيث ان الاسنان ترجع لمكانها الطبيعي بزواياها المظبوطة. رجعنا الاسنان اللي فوق اللي تحت حوالي 4 ل 5 ملي، ورجع وراهم عظام الفك، والشفايف خدت شكلها الطبيعي والبروفايل اتحسن بدرجة كبيرة. وهنا حصلت مفاجأة علمية وجمالية في نفس الوقت. النيزيو لابيال انجل، واللي هي الزاوية اللي ما بين الانف والشفايف، كانت أقل من 90 درجة، وده كان مدي شكل مضغوط للوش. بعد رجوع الأسنان والعظم الزاوية دي بدأت تتظبط وترجع لقيمتها الجمالية المثالية. كمان اللابيومنتال فولد، واللي هي الخط اللي ما بين الشفة السفلية والدقن، بدأ يرجع لطبيعته، وده خلى شكل الدقن يبرز بشكل أنثوي وجذاب ويبين ملامح وجهها الجميلة. كمان كان في مشكلة كبيرة، وهي ان زاوية الفك العلوي والفك السفلي بالنسبة لعظم الجمجمة ما كانتش سليمة، وده اللي اشتغلنا عليه وعدلناه بدقة. التعديل ده انعكس بشكل واضح على تناسق الوجه، وخلى الإطباق والوظيفة يتحسنوا بشكل كبير. على البق بقى نعمله كده كده ممكن. أهم حاجة ماشي. طب يلا يا حمدون. مش متعودة على الناس. بسم الله. اضحكي كده بقى يلا. الله أكبر. الله بجد والله حلو. تحفة. طب تعالي يلا بقى تعالي. بجد. تسلمي. احنا بقالنا قد ايه يا شباب؟ تسلم ايدك. سنة و3 شهور. الله. شفت انت بجد تحفة، اقسم بالله تسلم ايدك بجد والله. ربنا يسلمك. شوف زي الفل. بس اللي فرق فعلا مش بس الاسنان، اللي فرق ان اسراء بدات تضحك براحتها، تتكلم وهي واثقه، تتصور بدون تردد، بقت تيجي العياده وهي فرحانه وتشوف التقدم وتقول لي يا دكتور محمد انا مش مصدق التغيير. بصوا يا جماعه، انا مش بعالج اسنان هنا بس، انا برجع الثقه، بغير النفسيه وبغير الحياه. التقويم ما هواش براكت وسلوك، تقويم علم وفن ومتابعه دقيقه. ودور الدكتور مش بس تقني، لازم يكون سامع للمريض وشارح له ومطمنه. ورسالة لكل واحد بيفكر في التقويم: استثمر في نفسك، استثمر في ثقتك، اختار اللي بيفهمك قبل اللي يعالجك. وفي النهاية خلونا نشوف صور قبل وبعد. الفرق مش بس في الشكل، الفرق الحقيقي بيبان في الضحكة. استنونا في حالات تانية، لأن كل حالة ولها حكاية. وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حابين تدعموا اللي احنا بنقدمه. وشكرا لمتابعتكم. واللي متابعني من على اليوتيوب يا ريت يعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس. واللي متابعني من على الفيسبوك
يعمل لايك وشير. وتعالوا مع بعض بقى نروح نشوف إسراء أخبارها إيه ونتكلم معاها شوية، ومع السلامة نشوفكم في فيديوهات جديدة. إيه مفيش، أنت فاكرة أول لما بدأنا التقويم؟ أنت قعدت تتحايل عليا عشان أعمل لك تقويم. نعمل لك ليه وأنت أصلا حاجة مش محتاجة؟ قومي روحي يا بنتي. وكل ما تشوفني يلا نتك، لا ما تكش تاني، أنا عايزة مش عارفة إيه، لا سيبنا مش عارفة. بس إيه رأيك في التجربة؟ أي نعم، فجعنا شوية كده بس لا تحفة والله بجد. يعني لما يكون الدكتور مريح أكتر بتبقى يعني أحسن. أنت كنت واخدني اللي هو بنت أختنا الصغير اللي هو إسراء حاجة معاكي؟ لا مفيش حاجة. بس كانت رحلة سعيدة جدا 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 يعني. أتمنى ما أكررهاش طبعا. بس لا تحفة والله، أنا فرحانة بالنتيجة أوي. انت مكسوفة من الكاميرا ليه؟ بصي يا بنتي للكاميرا، بصي لللبس.